محامون مزيفون، محامون يستغلون نظام الهجرة. هذا ما قالته وزيرة الداخلية، أنها ستشن حملة واسعة على المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتقاضون أموالا مقابل تزييف قصص لجوء. وزارة الداخلية قالت بأن الوزيرة شبانة محمود تعهدت بملاحقة المحامين المزيفين، وبحسب BBC هؤلاء المحامون يقومون بأخذ مبالغ مالية مقابل تلفيق قصص من أجل مساعدة الذين انتهت تأشيراتهم على الحصول على اللجوء. BBC تقول بأن هناك شبكة من المستشارين القانونيين يتقاضون مبالغ طائلة لمساعدة مهاجرين انتهت صلاحية تأشيراتهم على البقاء في البلد. بعضهم يؤلفون له قصة أنه لديه ميول جنسية مثلية، وبالتالي إذا عاد لبلده سيتم محاكمته وإعدامه، وخاصة من بلدان كباكستان وبنغلاديش. وآخرون يعني يؤلفون لهم قصص بأنهم مطلوبون قضائيا عشائريا، أو أن لديهم مخاوف ومخاطر في بلدانهم. هذه الفئة تشمل 35% من إجمالي طلبات اللجوء التي تجاوزت 100 ألف طلب في العام 2025. المواطنون بحسب بيانات طبعا الداخلية 42% من هذه الطلبات المزيفة تعود لطلبات لمتقدمين من الجنسية الباكستانية 42%، والباقي 6%. هيئة تنظيم المحامين واستشارات الهجرة كشفت عن إجراءات لملاحقة هؤلاء المحامين. وزارة الداخلية ستدقق في كل محامي وسجله ومصداقيته، وستتعامل مع الطلبات على أن هناك احتمال بأنها مزيفة أو ملفقة، أو بأن المحامي أخذ مال مقابل تلفيق القصة.